السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله معانا اكلة اقتصادية جدا وسهلة وصحية جدا 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 ومناسبة جدا للدايت يعني، وهي مكرونة بالتونة. تعالوا نشوف معانا المقادير. معانا مكرونة مسلوقة، كيس من المكرونة المسلوقة، معانا بصلاية مقطعة مكعبات، وقرنين فلفل رومي مكعبات، ونص ليمونة هنحتاجه بعدين، ومستردة، ومعانا مايونيز، وكوباية لبن. مش هنحتاجها كلها، هناخد منها شوية صغيرين، وزبادي، وده زيتون، مفروض يبقى زيتون مخلي، بس ده زيتون انا كنت مخللاه وخدت منه، قطعت منه كده يعني حتت صغيرة. فانتي المفروض تجيبي زيتون مخلي، لو عندك زيتون كده ما عندكيش مخلي وانتي تعمليه عادي يعني. هننزل بكل المكونات معانا، هننزل بالزيتون على المكرونة، هنشيل الليمونة هنحتاجها بعدين، والبصل والفلفل هننزل بيهم كده كلهم، وهنركن بقى كده الطبق ده على جنب. هنقول يعني هنعمل فيه ايه دلوقتي. هنجيب طبق فاضي، الطبق ده هنعمل فيه الصوص اللي غير معنى المكرونة بالتونة بالنسبة لي. الصوص ده حقيقي بيودي طعم المكرونة في حتة تانية خالص 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 يعني. انا دقتها قبل كده من غير الصوص ده. هنا انا كنت نسيت في الاول اقول التونة، فرجعت لكم تاني بيها. يعني نسيت يعني هقول لكم نحط قد ايه تونة. انا بحط بس على المقادير دي علبة تونة كبيرة اللي هي القطعة الواحدة. والصوص ده بقى كنت بقول لكم ان هو حقيقي حقيقي وداها في حتة تانية خالص، خلى طعمها خطير. هنحط علبة الزبادي، هنفضيها كلها. جربوها بالطريقة دي هتعجبكم جدا 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 يعني. انا مكنتش باكل مكرونة بالتونة، وكان يعني الفكرة نفسها انا كنت رافضاها، بس بعد كده لا، عجبتني وبقيت بعملها على طول بالطريقة دي. وهنحط هنا مستردة، يعني تقريبا كده معلقة من المستردة، يعني متكتريش في المستردة، معلقة بس. المايونيز بقى اللي بحب احط كتير شوية، يعني ممكن كده ايه معلقتين من المايونيز، بيديها طعم حلو. معلقتين مايونيز اهو بالشكل ده. جربي الطريقة دي حقيقي يعني خطيرة. هنعصر بقى نص الليمونة اللي كان معانا، نص ليمونة بس يعني ما تكتريش. جربوها بالطريقة دي يا بنات، بجد حلوة جدا جدا جدا. هنرش رشة ملح ورشة فلفل اسود، يعني ما تكتريش في الملح برضو ولا يعني الملح يا ريت ما يبقاش كتير. الفلفل ممكن تكتري عادي، لان الفلفل في الاكل بيديله طعم حلو يعني. وهنا بقى التركية دي، هتحطي رشة سكر، رشة مش معلقة ومش كتير، هتحطي رشة بس، بتمنع الحضحضة بتاعة المستردة مع المايونيز وكده، بتخليكي ما تحسيش بحضحضة يعني. هناخد بقى ايه كمية بسيطة من اللبن، يعني يفضل انك تحطي شوية بشوية وتقلبي لحد ما توصل للقوام اللي انت محتاجاه. والقوام اللي انا محتاجاه يبقى قوام كريمي كده، لا هو تقيل ولا يبقى خفيف، يعني حاجة كده شبه الكريمة اللباني مثلا اهو كده. احط كمان شوية، انا بحط شوية بشوية صغيرين لحد ما يوصل للقوام اللي انا محتاجاه. وبعد كده خلاص يعني مش هحط اللبن تاني، يتهيألي هحط تاني كمان شوية بق كده وبس كده خلاص. بقى معايا الصوص بتاعي جاهز. هحط الحاجات دي بس كده على جنب، ونقلب بقى كويس جدا 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 لغاية ما نتأكد ان يعني الحاجات دابت، السكر والملح وكده. وهنقلب بقى المكونات بتاعتنا دي. المكرونة بالتونة، انا بستخدم تونة سانشاين اللي هي القطع، او عافية. انا جربت عافية تحفة. وهننزل بقى بالصوص على المكرونة والفلفل والبصل والزيتون بالشكل ده. هننزل بالمكرونة هننزل بالصوص، سوري معلش، هننزل بالصوص بالشكل ده كده. ونقلب بقى، قلبي كويس قوي قوي ومن تحت لفوق والجناب وكده، يعني بحيث انك تحسي ان الصوص كده بقى في كل حتة. وكلي احلى واطعم مكرونة، حلوة جدا 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 حقيقي، ومشبعة يعني لأبعد الحدود يعني. بجد يعني تاكلي طبق من ده بتشبعي. الناس بتاعة الدايت يعني هتاكلي طبق خلاص مش هتاكلي حاجة تاني. حلوة قوي يا بنات وصحية حقيقي يعني.
وكده اهو تقلبي كويس قوي 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 كده. انا اتأكدت ان هي ايه الصوص بقى فيها كلها. يعني انا من كتر ما انا بقيت احبها حقيقي مش قادره اوصف لكم طعمها عامل ازاي. بس احنا كده خلصنا خلاص، المكرونه بتاعتنا بقت جاهزه، وزي ما قلتلك في اقل من 10 دقايق بس هتخشي المطبخ هتعملي احلى طبق مكرونه بالتونه وتخرجي. يعني يا رب الاكله تكون عجبتكم، واتمنى ان انتوا تجربوها، وما تنسوش تقولوا لي رايكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب